بسبوسة كيك بطعم ومذاق الفريز أو الفراولة. كتجي هشيشة ورطبة من غير ما تسقيها، سهلة في التحضير، غير مكلفة، والطعم والمذاق يا سلام. تبعوا معايا المقادير والمراحل بإذن الله. شديت هاد الفريز، هذاك الكيلو ديال الفريز حكيته كله في هذيك الحكاكه الغليظه. هذيك الحكاكه راه موجوده في كل بيت، حنا عندنا به الغرض يبقى بحال هكا، يبقى طريفات، يبقى طريفات، ما يجيناش مسحوق. خليت منه هاد شويه، هاد الخمسه الحبات تزين نزينو بهم ان شاء الله. وخديت منهم هنايا جوج كيسان اللي عمرتهم تقريبا ديال العنبه بهذا. من هذا هنايا غنبداو بهذا هو الاول. هنايا ضفت عليه السكر، يعني هنا السكر كيبقى حسب الذوق، كل واحد يدير السكر نص كاس، كاس لاروب، كاس، على حسب الذوق ديالكم. غنحطوه فوق البوطه، ننزلوه على البوطه على عافيه مهيله، ونبقاو مره نحركوه ونحيدو من ديك الرغوه الفوقانيه حتى كيتسعسل لينا. حنا بغينا نسبقوه هو الاول باش فاش نوجدو الكيك نلقاو هذا واجد نصبوه فوق منه. نرجع معكم باذن الله. عندنا هنايا جوج كيسان ديال اللبن. هذا اللبن ماشي الحليب، اللبن، كتجيب اللبن زوينه. عندنا كاس ديال السكر سنيده، والسكر سنيده كيبقى على حسب الذوق، يعني من نص كاس، كاس لاروب حتى الكاس. هنا عندنا الزيت، عندنا كاس لاروب ديال الزيت. وهنا عندنا جوج كيسان ديال الفريز محكوك في الحكاكه الغليظه. هذيك الحكاكه الغليظه راه موجوده في كل البيوت، بغيناه يبقى بحال هكا طريفات. عندي هنايا جوج كيسان ديال السميده الرقيقه ديال الحلوى، تكون من نوعيه جيده اللي اللون ديالها اصفر، كتعطي نتيجه مزيانه. زائد كاس ديال دقيق الفينو، يعني جوج كيسان ديال السميده الرقيقه في كاس ديال الفينو. وإلا خص غادا نقول لكم راه غنزيد. عندنا هنا واحد ياغورت بنكهه الفريز. عندي هنا واحد البيضه، بحبه واحده ديال البيض. عندي باش غنسم بفاني. بطبيعه الحال عندي هنايا جوج خمارات، جوج خمارات هادو معروفين. ان شاء الله نبداو الوصفه باذن الله. انا هنايا في هذا الاناء انا كنخدم معكم بالبساط احمد، يعني هادو هما فاش تنخدم هنايا. كاينين الحمد لله المعينات، ولكن كاين احسن من هادو كتخدمي فيهم على راحتك. هنا درت هذيك الحبه ديال البيض، زدت معاها واحد القبيصه ديال الملحه. انا للاشاره ما غنستعملش السكر، انايا ما كنديرش السكر لانني بحكم انني مريضه وكنتفادى السكر، فما كنديرش السكر. نتوما ديروا السكر، واللي بغى يعوضوه بهذا الشيء باش غنعوضو انا مرحبا. انا خديت هنا واحد 10 حتى 11 حبه ديال التمر، طحنتها مزيان، وغنزيد على هذا الخليط. هادو تنحيدو من بعد، وغادي نطرب هذا مزيان نخلطو حتى يتجانسوا ليا هادشي. غنضيف عليهم الزيت. المهم انا غنكمل هذا حتى يتجانس ليا مزيان ونعود معكم. من بعد ما تجانس ليا هذا الخليط، انايا عندي حبه ديال البيض، قبيصه ديال الملحه، عندي تقريبا واحد 10 حتى 11 حبه ديال التمر يكونوا فرديين. وزدت هنايا تقريبا كاس لاروب ديال الزيت. هنايا خلطت هادشي هنايا حتى انسجم ليا. دابا غادي نضيف جوج كيسان ديال اللبن، كاسين ديال العنبه من اللبن، وغنخلطوه مره اخرى غير بشويه حتى يتجانس لينا الخليط. ان شاء الله هاد الكيكه غتجي غزاله وبنينه ولذيذه. ودابا الفريز راه موجود،
ورخيص يعني في الصباح راه تيكون بواحد الثمن، في العشيه تينزل الثمن ديالو تقريبا تيولي ب 10 دراهم. انا كيلو خديته ب 15 درهم في الصباح، ولكن في العشيه راه تينزل الثمن ديالو. غنضيفوا دابا هاد الفريز، كاسين ديال الفريز، نخليو حتى حاجه، نخلطوهم حتى هما، كيجي واحد الخليط زوين. غنضيف هذيك العلبه ديال ياغورت بنكهه ديال الفريز. المهم هذه راه حلوه ولكن معليش، قول لي بيت الكرم راه فيها السكر، ولكن ان شاء الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، باذن الله ما يوقع والو ان شاء الله. نكملوا التحريك ديالنا، نخلطوا هاد الياغورت ديال الفريز كيزيد يعزز النكهه ديال الفريز اللي حنا دايرينه طبيعي. هنايا غنضيفوا، المهم انا غناخذ بنفس المعلقه، غنضيف هنايا هاد فاني زوين، كنكو به تيجي تيعطينا سميته هو زوين، يعني واحد الريحه دابا طالعه من هنايا زوينه صراحه زوينه. دابا غنبداو نضيفو في الدقيق اللي حنا هادي تقريبا كيكه بسبوسه، اعتبروها اللي بغيتو من غير دقيق ابيض. غنضيفو الكاس الاول ديال السميد، شوفوا السميد اللون ديالها كي داير، اللون ديالها اصفر صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. نزيدو الكاس الثاني ديال الفينو، حنا ضفنا دابا الكاس الاول ديال السميد وغنضيفو كاس ديال الفينو ونعاودو نخلطو. وغنضيفو الكاس الثالث تدريجي، ما غنضيفوش كله، نضيفو معكم دقه باش نضيفو كله. يعني خدينا 2 كيسان ديال دقيق السمير ناعم مع كاس ديال الفينو، وما نساوش 2 خمارات. هنا غنضيفو واحد القطرات ديال الخل اولا الحامض، ليمون الحامض. المهم انا راه كندير عيني ميزاني، يعني واحد المعلقه كتزيد من التفاعل ديال الخميره مع هاد المكونات. صافي هنايا الخليط كامل عندنا كيكون بهذا الشكل، وواخا يجيكم خفيف ما تخافوش. انا هنا راه مازال ما كرهتش نزيد واحد نص كاس ديال اللبن. غنضيف هنايا كاس ديال اللبن، هنايا نصف كاس ديال اللبن، وغنكمل الخليط. هنا ضفت نص كاس ديال اللبن، يعني المجموع ديال اللبن اللي عندنا 2 كيسان ونص، يعني 2.5 كاس من عبار العنبه يكونوا العنبه يكونوا عامرين مزيان. 2.5 كاس من اللبن كيجي احسن. الا عندكم الحليب ديروه، ولكن باللبن راه تجي زوينه. صافي هذا هو الكثافه اللي بغينا تجي خفيفه، لان كتعرفوا السميده راه دغيا كتشرب. صافي انا غنخوي في المول ورجع معكم المول. صافي انا هنايا خويا صبيته في المول، يعني من بعد ما دهنت المول هنا وصلنا للكثافه اللي حنا بغينا. يعني هاد الفريز هانتوما تعسل وتعملك،
كنحيدو ملي كيكون كيطيب على بوطه مهيله، كنحيدو هذيك الرغوه ما امكن لان هي اللي كتفسد، يعني بحال كنصايبو المربى اولا الكونفيتور ديال الفريز. هانتوما كيولى. دابا غنطفي عليه وحتى يبرد، وغنضيف عليه ياغورت بنكهه ديال الفريز، وغنضيف عليه فاني. غنضيف عليه ياغورت بالنكهه ديال الفريز، وغنضيف عليه بطبيعه الحال فاني اللي كيعطينا النسمه وكيعطينا اللذه.